بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وبعد. أهلا بحضرتك، يا رب تكون بخير وصحة وعافية. طبعا شرف لي إنك أنت فتحت الفيديو ده، فأتمنى إنك أنت تشوفه للنهاية بتركيز. المنتج اللي هو آمن جدا للإمساك، آمن جدا للكبار والأطفال وحتى الحوامل والمرضعات. المنتج ده يغفل عنه كثير من المصريين. المنتج ده ليس له بديل أو ليس له مثيل، بمعنى أدق يحتوي على نفس المواد الفعالة حتى لو من إنتاج شركة أخرى، لأن احنا دايما بنتكلم طالما المنتج يحتوي على نفس المادة الفعالة ومفيش مشكلة جت منه عملية صادقة، يبقى إذن هو زي المنتج بتاع الشركة الأولى. عامة سيبنا من موضوع المثيل والكلام ده، فخلينا في الأجولاكس. الأجولاكس ده منتج طبيعي، لو استخدموا يعني لو المصريين عرفوه هيتعالجوا من الإمساك. مش هيفضل أي حد مصري ولا عربي ولا في الشرق الأوسط تاني عنده إمساك، وآمن جدا. ليه؟ لأنه هو بيحتوي على مواد طبيعية. المواد الطبيعية دي تعتبر بيسموها المواد اللعابية النباتية، اللي هي بتدي ميوسيلج، اللي هي بمعنى بالبلدي كده بيكون فيها لزوجة. المواد دي لما بتمتص الماء حجمها بيزيد، بتكون كتلة برازية أعزكم الله أكبر في الحجم، وسهلة إنها تطلع بسهولة من الأمعاء بدون ألم. هو مهم جدا للناس اللي هي ما بتتحركش كثير، الناس الموجودين في الفراش، الحوامل، المرضعات، كذلك الناس اللي عندها بواسير. المواد دي الطبيعية اللي بيحتوي عليها الأجولاكس هي السنة والسينامكا، يعني نبات السينامكا، سباجيولا ونبات السباجيولا والبلانتيو. والمواد دي لما بيحصل لها امتصاص في الأمعاء الحجم بتاعها بيزيد وبتكون كتلة برازية كبيرة. المميزات بتاعته طبعا انه آمن، ما بيسببش انتفاخ، ما بيسببش غازات، ما بيسببش تعود، ما حدش بيتعود عليه، تقدر تبطله في اي وقت. ما بيسببش برضو اسهال شديد، ما بيسببش برضو فقد للاملاح والسوائل اللي موجودة في الجسم. تمام. ده بالنسبة للأجولاكس. ده لو الناس استخدمته أو أي حد عنده إمساك استخدمه، سواء إمساك حاد أو إمساك مزمن، هيكون إن شاء الله في نتيجة طيبة. لكن عشان إحنا في قسم اعرف دوائك، فلازم أنا لما بتكلم عن أي دواء لازم أقول لك الحاجات، أو لازم أبلغك بالحاجات اللي هي موانع الاستعمال. إمتى ما ينفعش تستخدم الدواء ده، إيه الحالات اللي هي ما ينفعش تستخدم الدواء ده. لأنها لو استخدمته ممكن يحصل مضاعفات كثيرة. حالات الانسداد المعوي، لو في التهاب في الزايدة، عندك حد عنده التهاب في الزايدة مثلا، أو طفل كبير صغير، ولحد ما مثلا يروح للدكتور أو بيجهز له العملية وحصل إمساك، ما ينفعش تديهوله. كذلك مرض الانسداد المعوي، سواء وأيضا الالتهاب في الأمعاء، سواء حد أو أي التهاب في الأمعاء. تمام. طبعا ده بيبقى مصحوب بأعراض شديدة أخرى، يعني عشان تقول طب أنا هعرف إزاي؟ لا، ده هيكون في أعراض أخرى هتخليك يستوجب عليك إنك أنت تذهب للطبيب المختص بتاعك. كذلك مرضى القلب والكبد برضو يفضل للأمان أكثر إنهم يتعاملوا مع الطبيب المختص بتاعهم. فهنا القناة احنا بس بنقول على المنتجات، وبنقول لك إمتى تستخدمها. لو كان يعني ينفع ما ترجعش للطبيب، لكن في حالات لازم ترجع للطبيب المختص بتاعك. الأجولاكس عبارة عن أكياس. الأكياس كده بالبلدي بيقول لك تسف صفوف كده، يعني تفتح الكيس وبعد كده تبلع البض هتلاقيها حبيبات كده زي الخرز. تشرب عليه كوبايتين مية. طبعا فدي المميزات بتاعت الأجولاكس، دي الخواص بتاعته. فالمشكلة انه في ناس كتير تغفل عنه. هذا المنتج بتنتجه شركة مصرية بالتعاون مع شركة ألمانية بتصريح منها، اللي هي شركة سيد. السعر بتاعه زهيد جدا حتى الآن، يعني 21 جنيه و60 قرش أو 22 جنيه، يعني الكيس يعني مش واقع ب2 جنيه تقريبا. بتتباع طبعا بالعلبة. في شكل تاني منه هو بيبقى بودر، أو يعني زي اسطوانة كده، أو زي علبة مش أكياس، يعني مليانة بودرة.
فدي المعلومات اللي عن الأجيولاكس اللي لازم كل المصريين يعرفوها عشان يخفوا من الإمساك. أتمنى يعني إن المصريين يخفوا من الإمساك، خاصة الناس اللي هي معرضة للبواسير، بدل ما تحرج نفسك وبدل ما تتعب وانت بينك ما بين نفسك محرج، فيعني ايه، ما تخليش الإمساك عندك يزيد. دي يعتبر روتين يومي للحفاظ على صحة الأمعاء. الناس اللي هي ما بتاكلش خضروات، ما بتاكلش فواكه، ما بتشربش مية، ما بتتحركش كتير، ده هيكون بالنسبة لهم the drug of choice، أو الاختيار الأول، أو الاختيار الدقيق المتفصل ليهم. فخليه من روتينك اليومي. الكيس بيستخدم مرة أو اتنين على الأكثر. حاول يفضل إنك أنت تشرب بعد ما تسف الكيس كده، أو تحت سي يعني باللغة العربية، تشرب عليه كوبايتين مية. ما ينفعش تمضغ المكونات الموجودة في كيس الأكيولاكس، أو تستحلبها أو تمصها مص. لا، لازم تبلع وبعد كده وراها مية. أهو حتى هنا موضح في الصورة دي تقريبا. أول صورة بيقول لك افتح الكيس، تاني صورة أهو تاخد البودرة بعد كده تشرب عليها مية. ألف سلام عليك من الإمساك، ويا رب ما يجيلك إمساك لو ما كنتش اشتركت في القناة. طبعا يعني أيوة، عشان تعرف كل جديد وكل معلومة بإذن الله بنجتهد فيها هنا تكون موثقة وعملية كمان، يعني مش بس تكون صحيحة نظريا فقط. فتعب يا سيدي معانا، اشترك في القناة وفعل الجرس، وما تحرمناش من خبط اللايك والشير والتعليق بتاعك. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.